عمرك سألت نفسك انت مين؟ يعني شخصيتك الحقيقية عاملة ازاي؟ النهاردة جايب لك سؤال واحد بس اجابتك عليه هتكشف لك حاجات كتيرة عن نفسك يمكن ما تكونش واخد بالك منها. جاهز؟ يلا بينا. تخيل انك ماشي لوحدك في طريق طويل وفجأة لقيت قدامك 4 أبواب. أي باب هتفتحه؟ باب أحمر حديد، ولا باب خشب قديم، ولا باب أزرق بيلمع، ولا باب اسود غامض؟ هديك 5 ثواني تختار فيهم وبعدين هقولك اختيارك ده معناه ايه. اخترت؟ تعال نشوف معنى اختيارك ايه. لو اخترت الباب الأحمر الحديد فأنت شخصية قيادية، بتحب السيطرة وبتحب كل حاجة تكون واضحة وصريحة. عندك طاقة بتدفعك لقدام، بس خلي بالك لازم تسيب مساحة للناس تعبر عن نفسها. أما لو اخترت الباب الخشب القديم فأنت شخص عاطفي، بتحب الذكريات والحنين وتخاف من التغيير. عندك دفء داخلي والناس بتحس بالأمان وهم حواليك، بس حاول تفتح قلبك لتجارب جديدة. أما لو اخترت الباب الأزرق اللي بيلمع فأنت شخص هادي ومحب للسلام، تفكر بعقلك قبل قلبك وبتحب تحل المشاكل بهدوء. شخصيتك مثقفة ومتزنة، بس خليك دايما فاكر إن التعبير عن المشاعر مش ضعف. أما لو اخترت الباب الأسود فأنت شخصية غامضة ومليانة أسرار، تحب تمشي عكس الاتجاه وبتفكر كتير قبل ما تتحرك. عندك عمق فكري رهيب، بس ساعات بتخبي مشاعرك لدرجة إن الناس مش بتفهمك بسهولة. قولنا بقى في الكومنتات اخترت أنهي باب وطلع لك تحليل شخصيتك صح ولا لأ. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات اعمل لايك وفولو وسبسكرايب على حسب بتشوف الفيديو ده من فين عشان يجيلك تحليلات أكتر قريب.